ديما بياعة شخص كتير منيح، شخص كتير حباب وطيوب، بتكره النفاق، بتكره الخيانة، بتكره الكذب. يلي بيكون بوشك شي وراك شي، النفاق، الخيانة، الكذب، هدول ما بقدر عليهم. شايفين؟ الريشة أنا ما بقدر، الكل بيخونها، أصدقائها، رفقاتها، الأعداء، الأشرار، كوكب فيدا، كلهم بيخونوها وكلهم كذابين. هي المخلوقة ما بتكذب ذنوب، بتتعاطف مع العالم. على قد ماني متضايقة على عقلية شعبي. شو بهون شعبك يا خالته؟ ليش متضايق من شعبية عقلك؟ شو حكوا معك غلط؟ شو غلطوا عليك هدول الشريرين؟ طريقة تفكيرهم، ولاد بلدي. أنا خليني هون هلا وقت ما أنا عم بوجه هذا الكلام، عم بوجه الكلام لأقلية. كاس يخرب بيتك، شو أقليات ما أقليات؟ لا تحكي على الأقليات، هلا بيحطوك إرهاب. فأنتوا عم خاطب الأشخاص يلي فجأة ما بعرف شو صار لهم وبلشوا يهاجموني بطريقة بدون ما يعني بدون ما للحظة يفكروا إنه يمكن تكون عندها حق. فهمت عليكي، ما قصدك الأقليات، قصدك العالم اللي عم تهاجمي. بس بلا صغر، أنت شو عم تحكي يهجموا عليكي؟ رجعتي تقاتلتي مع نسرين طافش يعني ولا شو صار؟ والشرع لا يمثلني حتى لو كنتم ملائكة من السماء. يخرب بيتك وبيت بيتك، وجاي احكي على الاقليات؟ يعني يا بتحكي على الاقليات يا بتحكي على الملائكه؟ لك شو صار لك؟ ليش هيك فتي؟ لك مو هيك الحريه، يخرب بيتك. لا يعني أنكم أسقطتم الدكتاتور بشار أن تحتكروا جميع مناصب وقيادات الدولة حتى لو كنتم في مرحلة مؤقتة أو انتقالية. سموها ما شئتم، مرفوض مرفوض مرفوض. واذا يعني حررتوا البلد، شو يعني تحملتوا 14 سنه حرب؟ واذا يعني قاتلتوا 4 دول وفتحتوا السجون وطلعتوا المعتقلين، ما بصير تعملوا حالكم سلطه؟ جميع الوزراء من إدلب، جميع التعيينات والمحافظين والمدراء العامين من إدلب أيضا. ليش شبه ادلب؟ والله على العين وعلى الراس. يعني خالته انت من وين جبتي قصه انه كلهم ادالبه؟ هاي الوزراء: وزير الخارجيه من الحسكه، وزير الدفاع حموي، وزير العدل حلبي، وزير الصحه شامي، وزير التربيه والتعليم شامي، وزير الاقتصاد حلبي، وزير الزراعه حموي، مكتب شؤون المراه شاميه. ليست هذه سوريا، هناك 25 مليون سوري، فيهم الأديب والطبيب والعالم والموسيقي والفنان. نص الوزراء اطباء وخريجين بشهادات دكتوراه حسب اختصاصاتهم. خالته انت شو مشكلتك معهم؟ ما فهمت. عبيدة أرناؤوط يلي هو مستشاره للشرع لأحمد الشرع بيطلع امبارح بيحكي عن المرأة وبيولوجية المرأة ما شاء الله، وإنه المرأة ما بتصير تستلم، ومن الحكي اللي كلياتنا بنعرفه. هيك قال عبيدة؟ ما بصير معقول هيك قال المرأة ما تستلم؟ بس دقيقة نسيت اقول لك، كذابة يا كذابة كذابة. بتعرفي ايش كذابة يا خالته؟ مبدئيا هي المخلوقة أكبر مني ب10 سنين، مشان هيك قلها يا خالته لا يغير كل البوتوكس. ثاني شيء، أنت كنت عم تقولي إنه الوزارات كلها من إدلب وإنه ما فيها أطباء، بس إجاكي نقد من الشريرين والعالم اللي الله لا يوجه له إلا كل خير. صرت تقولي مشكلتك مع عبيدة أرناؤوط؟ ثالث شيء، عبيدة ما المستشار أحمد الشرف، هو الناطق باسم القيادة العامة. عبيدة قال: نحن ما دخلنا، هي مو شغلتنا، هي شغلة المشرعين، هن اللي بيحطوا قوانين لعمل المرأة. بس جاب مثال صغير كتير، قال: وزارة الدفاع، هل كينونة المرأة وطبيعتها البيولوجية تقدر تستلم وزارة الدفاع؟ مثلا لو قلنا أن المرأة تستلم وزارة الدفاع، وهل هذا الأمر يتناسب مع كينونتها ومع طبيعتها البيولوجية والنفسية؟ لا شك أنه لا يتناسب. موضوع عبيدة أرناؤوط بده فيديو لحاله، بس باختصار المرأة عندها هرمونات، كل البشر بتعرف هالحكي، هرموناتها بتتحكم بمشاعرها. تخيلي إنه أنت وزير الدفاع وطلع معك هرمون العصبية، تيجي تصف إيطاليا صاروخ لأنه عملوا معكرونة بالبشاميل بدون كعك مطحون، شو بصير فينا كدولة؟ أو تخيلي حضرتك بدك تلدي أو نفس وهجموا علينا كوكب المريخ، شو نعمل؟ نقول انتظرونا سنعود بعد قليل؟ أنا ما بدي أخوض بالموضوع كتير، رح أتركه لفيديو خاص، لكن الرجال ما حكى شي غلط. بس أنتوا يا كذابين يا منافقين يا شريرين قطعتوا كلمة واحدة من الجملة. الجملة بتقول: مثلا لو قلنا أن المرأة تستلم وزارة الدفاع، فهل هذا الأمر يتناسب مع كينونتها ومع طبيعتها البيولوجية والنفسية؟ لا شك أنه لا يتناسب. الكلمة اللي قطعتوها يتناسب مع كينونتها ومع طبيعتها البيولوجية والنفسية؟ لا شك أنه لا يتناسب. مثل ما حصل امبارح مع كسارة راسكم عائشة الدبس. فنحن كنساء وغيرتنا على الامرأة كامرأة ما هان علي وبلشت انشر عن هذا الموضوع. حلو كتير. يعني انت ما فهمتي شو القصة،
فورا اول ما سمعتي كلمه ما عجبتك بدون ما تفهمي شو القصه غيرتي وبلشتي تنشري عن الموضوع. هي المشكله النفسيه تبع المراه، بتتضايق من كلمه بدون ما تسمع باقي الكلام. وهذا حق. شفتوا هذا حق؟ انه الشرع لا يمثلني، طبعا الشرع ما حيمثلني. ما حلاوي يمثلي اصلا، اذا الشرع بيمثلك بصير ما بيمثلنا. مو بس انا، كل النساء. لا حجي كذابه فهمناها، مناقض فهمناها، بس تاك باسم كل النساء هذا ما حكي. انت بدك كتير دوبك تحكي عن حالك، حتى عن حالك اشك انك تحكي عنها. 2010 وقت ما انا اخر 2010 وقت ما انا تركت سوريا، وتركت قبل ما تقوم الثورات بكل الدول العربية. طيب طالما انت معاشه بسوريا من 2010 من قبل كل الثورات، ليش عم تنضربي على قامتك وتعطينا توجيهاتك رشيده؟ انا ما بدي اقول انت من جنسيه تانية، بس يعني من 2010 مالك بسوريا، ليش عم تجي هلا وتقولي بدي احكي باسم كل النساء وهذا يمثلني وهذا لا يمثلني؟ يعني ان كنت بدك تفرحي لفرح الشعب ما شفنا منك كلمه حلوه، وان كنت بدك تصلحي البلد مسلسلات صبايا نزلت اخلاق الشباب والبنات، وان كنت بدك تعملي انه لك راي سياسي، انت من 2010 مالك بالبلد ولا جايبه سيره البلد بشق تمره، فليش عم تاكلي خالته روحي تقاتلي مع نسرين طافش؟ يا اختي شوفي طريقك تيم حسام، احكي عليه لا إلك غير تسلاي تصلي فيها. هي بلد مو مشاكل بنات. اسف يا بنات، صحيح هي قدستكم، بس شو بدي اساوي؟ بدي خاطب على دعالة بخاطركم. روح اتفرج على الفصول الاربعه.